وهيك صار عندي أطيب تشيز كيك وما حطيت له سكر أبداً. بكفي سكر البسكويت، والسكر الموجود بالجوز الهند بيعطيه حلاوة كتير طيبة. يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم. اليوم أكلتنا من ماي بليتس أكلة حلو تشيز كيك خفيفة وصحية وطيبة كتير. رح بلش لكم بالمكونات. للطبقة الأولى محتاجين بسكويت مطحون، ونضيف عليه إصبع زبدة، ندمجهم منيح. ونرصها بقلب القالب كتير منيح. هاي أول طبقة صارت جاهزة، راح حطها بالفريزر لبين ما تجهز الطبقة الثانية. وهلأ طبقتنا الثانية للتشيز كيك محتاجة نص لتر حليب، نخليه ليغلي، ونحط له معلقتين نشا مدوبين، ونحرك بسرعة. لازم يكون قوامه سميك عشان يجمد معانا لحتى يصير بهذا القوام. وهلأ بدنا نضيف له علبة قشطة. نضل عم نحرك مشان ما يصير عنا تكتلات. ما منحط سكر لأنه البسكويت حلو بالأصل. وهلأ منضيف النكهات. هون عندي سكر مع مستيكة، هي أطيب نكهة، هي اللي بتجيب نكهته. حرك. معلقة فانيليا كمان نضيفها. يا سلام على هالريحة، شي بشهي. هيك صارت طبقتنا الثانية جاهزة. وهي القوام، ما بده يكون رخو ولا بده يكون سميك كتير لأنه بيجمد بس ينحط بالفريزر. نطفي تحتها، نتركها لتبرد شوي مشان نضيفها على الطبقة الأولانية. وهلأ بعد ما بردت شوي الطبقة الثانية، مو كتير مشان ما تكتل، ندلقها فوق الطبقة الفوقانية. وهيك نظبط السطح منيح. صارت عنا جاهزة، ونحطها بالفريزر شي ساعتين. وهيك صارت أكلتنا جاهزة. جمد الحليب، رح نحط فوقها طبقة جوز هند، وكمان بنحط فوقها بستق حلبي. شو ما بدك بتحطي فوقها مكسرات كيف ما بتحبي. بدك لوز مقشور، جوز، فيكي تاكليها بجوز هند على الحلو. وهيك صارت أكلتنا جاهزة، تشيز كيك خفيف. وهيك صار عندي أطيب تشيز كيك وما حطيت له سكر أبداً. بكفي سكر البسكويت، والسكر الموجود بالجوز الهند بيعطيه حلاوة كتير طيبة. بس يلي بيحب أكتر ممكن يحط له قطر، يلي بيحب السكر. وألف صحة وهنا. إذا عجبتكم الأكلة اعملولي لايك، وخبروني بالتعليقات شو الأكلات يلي حابين أساوي لكم إياها، وصحة وعافية.